السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض كيك مناسب جدا للمناسبات بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا قبل ما نبدأ هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليهم كوباية من السكر، وعليهم كمان 3 من الباكت الفانيليا، وهضرب بالمضرب جامد جدا. هضرب من المضرب من 5 ل8 دقايق متواصلين لحد ما لون البيض يفتح شوية والفوم بتاعي يبقى عالي، وهو ده اللي هيديكي كيك ناجح جدا على فكرة. وينفع كمان تعملوه في الخلاط، مفيش اي مشكلة. هنزل بكوباية من الزيت، ودي معيارها بالظبط 200 ملي، وهضرب دقيقة واحدة بس بالمضرب. بنفس الكوباية اللي عيرتي بيها الزيت هعاير بيها اللبن، كوباية برضو من اللبن. معيار اللبن 200 ملي. وهنزل بكوباية وربع من الدقيق منخول متعدد الاستعمالات، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعليهم ذرة من الملح، وهقلب كله مع بعضيه. وانا شغالة معاكم شغلت الفرن بتاعي على حرارة 180. خدت معايا بالظبط نص ساعة. بعد النص ساعة ما عدت خدتها 5 دقايق بس بعد الفرن ما قفلته، وسبتها في الفرن لحد ما بردت، وبدأت اشتغل فيها. هقلب بالسباتلا علشان لو في اي رواسب تحت او اي دقيق كله يختلط مع بعضه. الصينية دي مقاس 24، زي ما تحبوا الصينية اللي عندكم. لو حابين تعملوها حلوة ممكن تحطوا لها ورق زبدة او ورق كراسة لو مش مطفي. بنخبطها كام خبطة وادخلها الفرن. طبعا انا غلطت غلطة، مش عايزاكم تغلطوها خالص. انا لما طلعت الكيك من الفرن وبدات افكه، فطبعا هي كانت هشه جدا فما اتحملتش، ففضلت في حاجات منها تقع. فما تعملوش الحركه اللي انا عملتها دي، تستنوا عليها. انا كنت مستعجله عشان التصوير، ففي حاجات اتفرولت منها. فلو حابين تعملوا فبتقعد لتاني يوم افضل تعرفي تتصرفي فيها، انما انا كنت استعجلت ساعتها ساعتين بس. ممكن كمان تحطها في التلاجة. هظبط طبعا الاحرف بتاعتها وهتبقى تمام. ربع كوباية من المية، وعليها معلقة صغيرة من النسكافيه او قهوة سريع الذوبان، وعليهم كمان معلقتين صغيرين من السكر، وهدوبهم. هنعمل الكريمة. جبت معايا كوباية كبيرة من الكريم شانتيه، وعليها كوباية ونص كبيرة ماء مثلج. انا هنا استعملت كريم شانتيه اللي هو المحلى علشان يغنيني ان انا احط سكر في الكريم شانتيه اللي هو بدون سكر بس. وهضرب بالمضرب من 3 ل5 دقايق بالظبط لحد ما توصل القوام اللي احنا عايزينه. هجيب القهوه اللي احنا عملناها واحطها على الكريم شانتيه واضربها دقيقتين بس لحد ما كله يختلط مع بعضيه، وكده تكون الكريم شانتيه بقت جاهزه معانا. هو ده القوام اللي انا عايزاه الكريم شانتيه، اللي هو لا سايل قوي ولا هو تقيل قوي، مظبوط. تعالى نعمل التشريبه اللي هنشرب بيها الكيك. معايا ربع كوبايه من اللبن، عليهم معلقه صغيره من القهوه ساعه الذوبان او النسكافيه، وعليهم معلقتين صغيرين من السكر، وعليهم باكت من الفانيليا، وهقلب. وعلشان اخلي الكيك بتاعي عالي عملت واحده كمان تاني بنفس المقادير بنفس كل الطرق، بس حطيتها في صينيه تاني وعملت عليها ورق من الزبده. تمام. جيت هنا طبعا لازم اسوي التورته بتاعتي وتبقى متساويه. شلت منها اللي هو مش الاجزاء اللي مش لطيفه، شلتها على جنب، ودي هزين بيها برضو الكيك مش هرميه. جبت التشريبه بتاعتي اللي انا عملتها معاكم اللي هي بالقهوه واللبن، وقعدت اشرب الكيك عشان يديني طعم القهوه. دي الكيكه اللي انا عملتها في صينيه تاني بورق زبده عشان بس ما تلزقش. حطيت طبقه من الكريم شانتيه وعليهم الكيك اللي هي الصينيه التانية اللي انا عملتها. تمام. وهحاول بقدر الامكان اظبط، ما تقلقوش من اي شكل، كل ده هيتدارى مع الكريم شانتيه. ولو في اي جزء طالع او مش مناسب بتشيلوه بالسكين، وبتبدأي برضو مرة تاني بتعملي تشريبة بتاعة القهوة.
انا هنا ظبطتها طبعا وبالسكين وخليتها كده جميله. وبعدين نزلت بالطبقه الثالثه بتاعه الكريم شانتيه. هبدا بقى ان انا كلها كده اخبيها بالكريم شانتيه وكلها تتغرق بصوص الكريم شانتيه. طبعا لو في سكرابر او في القطاعه بتاعه العجين هتبقى افضل بكتير جدا وهتطلعها جميله، بس عشان انا ما كانتش متوفره في الوقت ده فعملتها معاكم عشوائي كده. بالنسبه للتزيين ده طبعا بيكون حسب ذوق كل واحد. انا عملتها هنا بالجناش شوكولاته، حقيقي كان جميل جدا وكان بيكسر طعم الكريمه شويه. معلقتين كبار من السكر وعليهم القهوه اللي انا دوبتها معاكم، يعني مش هتنفع تترمي. وعليهم كمان معلقة كبيرة من النشا، وعليهم كمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وهنزل عليهم كمان بربع كوباية من المية وهدوب كله على البارد وبعدين هرفعه على النار. على نار هادية خالص لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وهنزل بمكعبين من الزبدة وهقلب، وعليهم كمان باكت من الفانيليا. انا هنا عملت الجناش بتاعي تقيل شوية، ما خليتهوش يعني خفيف، وهقولكوا ليه. نزلت بقطعة من الشوكولاتة ودوبتهم كله مع بعضيه ودقيقتين وبتطفي النار وبتنزليه من عليه وبس كده تمام. اصبح الجناش جاهز معانا. هحطه في طبق وهسيبه يبرد خالص خالص، مش هينفع احطه على تورته وهو سخن علشان ما يبوظش الكريم. حطيته في كيس طبعا عادي تلاجة، مش كيس حلواني ولا حاجه، وبدات ازين بيه. انا هنا خليته تقيل علشان عايزه الرسمه تبقى زي ما هي، ما تنزلش لتحت، مش حباها تنزل تحت خالص. انتوا بقى عايزين تنزل تحت وتعمل شكل احلى ممكن تخلوه خفيف. والتزيين زي ما انا قلت لكم باي طريقه وباي شكل تحبوه. انا هنا جبت قطع من الشوكولاته الصغيره بتاعه التزيين الخاصه بالتزيين وبدات ازين بيها الكيك بتاعي. التزيين زي ما انتوا عايزين، ممكن تبشروا عليها شوكولاته بس من فوق، ممكن ترشوا كاكاو، ممكن الكيك اللي فاض مننا واحنا بنظبطه يترش عليها من فوق، هتبقى جميله جدا. يعني زي ما انتوا حابين، يعني التزيين ده بتاعكم انتوا. بس حقيقي كان طعمها جميل جدا ويعتبر مكوناتها بالنسبه لي ارخص بكتير من ان انا اشتري تورته من بره. من انجح طرق الكيك اللي انا عملتها اللي هي شبيهة للتورتة. حقيقي كانت جميلة جدا وسهلة وسريعة. وبعدين علشان اسهل على نفس الموضوع عملت الكيك في وقت والكريم في وقت تاني، فكان بالنسبة لي سهل. لا اتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم ايه، وهسيبكم على المنظر الجميل ده. شكرا والسلام عليكم.